إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يا صاحب الذنب الثقيل صلي، ده انت كل ذرة في جسمك منه وكل عشتك بإذنه. ليه بتفر منه؟ ليه مش عايزه؟ ليه بتبعد عنه؟ ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقول لك تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ صلي صلي بقى. خايف عليك، حزين عليك، الحق نفسك، الحق وتعال اقف بين ايدين ربك. تعال صلي. هتقول لي ما بتصليش ليه؟ انا نفسي اديك شوية كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاة، لكن هكتفي على دول. لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي، والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت، صح؟ هتقول كده؟ اجاوبك انا بقى، اقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم. المال ايه؟ خادم والدين مخدوم، قال رسول الله. وكمان ما بتصليش على النبي. طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله، سمعني الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول إن الله قال إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا اداك الفلوس ليه؟ قول لي لا ما عرفتش برضه. اقول لك الحديث تاني، الرسول مصدقه؟ انا عارف انك بتحبه برضه، ده رسول الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيقول ان ربنا قال. تصدق؟ ربنا قال ايه؟ إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا اداك فلوس ليه؟ تقول لي عشان بيحبني. طيب يا أخي انكسف، بيحبك وانت تكرهه. بتكرهه ليه؟ ما قلت لك ما بكرهوش. طيب خلاص، طب ما بتكرهوش، ما زال السؤال قائم. امال ما بتصليش ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي؟ خايف تصلي لا الفلوس تروح. لا يا ابني لا، الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا بذكرك بكلام ربنا. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي. يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. شفت الحل ده؟ انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله؟ الرزاق مين؟ الله. الله هو الرزاق. طيب اللي بيدي الفلوس الله واللي بياخد الفلوس الله. فاحذر، ربنا بيحذرك بيقول لك يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى
وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا وأسد فقرك. من الغريب إنك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش، يا رب اهدي المسلمين للصلاة يا رب، اللهم اهدي كل الناس للصلاة يا رب،